حازم عفوا قطع كلامك. لا طبعا. لا شايف يعني تغييرات الزمالك يعني كويسه متوقعه. زي ما قلنا قبل الماتش دكه قويه الحمد لله جدا جدا لفرقه نادي الزمالك. لعيبه كويسه كلهم في حالتهم. يمكن حصل بس فطور شويه في اخر ربع ساعه بعد اللقاء بعد الجون الثاني بالذات. عايز اقول اللعيبه لازم تلعب 90 دقيقه لان الماتش كان ممكن يتصرف في اخر دقيقتين. يعني الجيش لعب دقيقه او دقيقتين كان ممكن يجي جون. يعني نعم الجيش ما عملش ما يدي ان هو يكسب، بس كره ثابته. الراجل جمعه عاشور بيلعبها كويس فابتدى عندهم امل يرجعوا تاني. اخر دقيقتين ابتدوا يلعبوا كره اللي هي بنعرفها عن الجيش. فبالتالي لازم اي فرقه بتلعب بطوله تلعب 90 دقيقه. الزمالك كويس. الزمالك النهارده يعني انا شايف ان الراجل تغييراته في التشكيل بالفوز ده يعني بتاكد له ان عنده لعيبه كتير كويسه، ودي حاجه مهمه جدا لمدير فني ان يبقى عنده احساس ان كل اللعيبه بشكل واحد ممتازين. تغييرات الجيش انا ما حسيتش بيها باي تغير. بوافق كابتن ابراهيم في موضوع ايمن حفني. ممكن احنا مش عارفين داخليات الفرقه، ممكن يبقى كابتن عماد شايف ان هو مثلا مش هيقدر يدي اكتر من كده، بس انا بشوف ان اللعيب ده عامل مشكله. صحيح. يعني هو الوحيد اللي بيعمل مشكله، هو الوحيد اللي بيعدي من واحد، هو الوحيد اللي بياخد فاولات. فبالتالي كان ممكن يعني يتحط جنبه ينزل معاه شمام وينزل معاه ويليام، فبالتالي يبقى في نواحي هجوميه اكتر شويه. الجيش انا شايفه يعني اسوأ مباراه الجيش شفتها في يعني من اول ما الجيش صعد الدرجه الاولى. مباراه سيئه جدا هجوميا بشكل كبير جدا ودفاعيا حتى، لان مساحات كبيره جدا. ما اعرفش هل الهدف المبكر فتح الملعب بالشكل ده، لان اول مره الزمالك لاعب الجيش يلاقي المساحات دي كلها. صحيح. الفرص دي كلها. صحيح. يعني ماتش مستوى عادي مش واو يعني في الفرقتين، بس نتيجه ايجابيه للزمالك. اعتقد وجهه نظري ان الهدف الثاني انها عدت المرمى يعني. هنختلف فيها كثيرا. طبعا مش هنكر